كل واحد فينا في حياته بيمر بأزمات وهموم والتزامات وديون، ويفضل دايما ماشي في دوامة الأوهام والأحزان والخذلان، ويبقى قدامه طريق من اتنين: إما إنه دايما يسلم أمره لأحزانه وأوهامه وخذلانه ويفضل دايما واقف مكانه ويشكي لحاله ويبكي على مواله، ويفضل دايما ساجن روحه في سجن اللي خذلوه واللي كسروه، ويفضل دايما باصص وراه وبيقلب في ألبوم ذكرياته اللي مليان أحزان وخذلان، أو إما إنه يسلك طريقه التاني ودايما يتحرك لقدام وينسى اللي فاته، ودايما يبص للصورة اللي كل يوم بيزود فيها لون، وإن دايما يفضل باصص قدامه على حلمه وهدفه اللي صمم إنه لازم يعيشه، وإنه دايما يبقى عارف إنه له حق في حياته ولازم ياخده له نصيب في الدنيا ولازم يعيشه. هنا وقت الجد هيثبت لكل الدنيا إنه شخص استثنائي، مش زيه زي غيره، زي اللي استسلم لأحزانه وخذلانه، وإنه دايما يفضل واقف مكانه. هنا بجد أول ما يبص للطريق التاني ويتحرك يحاول يثبت لكل الدنيا إنه موجود وقادر يكسر كل الحدود، وإنه يقدر يعمل في كل مكان بصمة وعلامة، ويقدر يرسم على الوشوش مليون فرحة وابتسامة، ويقدر يصنع مليون حكاية وحكاية لنفسه الكل يحكي ويتحاكى بيها. وإنه دايما لازم يبقى عارف إن كل قصص النجاح وأساطير النجاح اللي دايما نجحوا قدام عينيه ومروا بمرور الزمن بقصص نجاح كبيرة كانوا ياما عانوا أكتر من اللي كان بيعانوه، ومروا بالأحزان والخذلان والنسيان، بس رفضوا يستسلموا لأحزانهم وخذلانهم. فلازم ساعتها الإنسان يدرك إن لو فضل واقف مكانه يشكي حاله لحاله ويبكي على مواله مش هيجني غير الخسران. واوعاك تفكر إن الندم هو بس على اللي خذلوك واللي كسروك، الندم كل الندم على إن العمر يعدي من بين إيديك ويتاخد من قدام عينيك وأحلامك تضيع قدامك، وفجأة تلاقي العمر مر بيك وانت قدام قبرك لا منك عشت دنيا ولا حتى جهزت الآخرة. فالندم كل الندم لما تخسر حتى اللي جاي وانت قاعد بتفكر في اللي فات، وانت قاعد بتقلب في ألبوم أحزانك وذكرياتك وخذلانك، وانت موقف عمرك مكانك في لحظة اللي خذلوك واللي كسروك. لازم تعرف ان زي ما حبيت وهويت وضحيت واديت لازم يبقى عندك إرادة انك توصل للي نفسك فيه، وعمرك ما هتوصل للي نفسك فيه وانت بس واقف محلك سر وقت لحظة الخذلان والانكسار، وانك انت دايما تفضل مستسلم لكل لحظة حزن في حياتك. الحقيقة اللي لازم تدرك بالك منها ولازم تركز عليها هو ان ليك هدف في حياتك وليك نصيب في دنيتك ولازم تاخده وتعيشه. عشان كده دايما بنقول اللي بيحب وبيعشق وبيهوى لازم برضه يكون له رصيد من حب نفسه، عشان لو قصة الحب والعلاقة اللي هو فيها اتكتب لها الفراق أو وداع أو حد محتاج يقول للتاني سلام، يبقى هو قادر يكمل ويبدأ من جديد، يعيش قصة تانية على أرض تانية في وسط ناس تانية.